في بعض المقالات والأخبار العالمية النهاردة بتتكلم على إنه إيران بتحذر أمريكا، وإنها بتقول لها إنها خلاص مش هتقف تتفرج على اللي بيحصل في لبنان، وإنه لو الموضوع ما توقفش إنها خلاص هتصعد. طب هتصعدي تعملي إيه يا إيران؟ قالك إنها هتصعد من ناحية باب المندب. واللي متابعني منكم وشاف فيديوهاتي، أنا اتكلمت عن الموضوع ده برضو بالحرف. كل ما ذكرته في الماضي بيحصل دلوقتي بالحرف. وعلشان كده انا بقول لكم ان اللي بيحصل تمثيلية امريكية صهيونية ايرانية. كل ده علشان خاطر استنزاف الخليج، علشان خاطر الاتفاقية الإبراهيمية تتعمل على كيفهم. خلي بالكم إن الاتفاقية الإبراهيمية اللي بيتكلموا عنها دلوقتي دي، واللي بيتكلم عنها ترامب دلوقتي دي مش الاتفاقية الإبراهيمية اللي اتعملت مع الإمارات، اللي هي زي تعاون اقتصادي وتسليح وحاجات كده. آه، بعض الامتيازات يعني في التعامل مع إسرائيل وغيره. لا لا لا، دي اتفاقية تانية خالص، يعني دي بشروط بقى إسرائيلية بحتة يعني فيها شبه خضوع من الخليج، مش الاتفاقية اللي عملتها الإمارات والكلام من ده. ف فالموضوع يعني بينفذ بالحرف. الخطة بتنفذ بالحرف. أنا قلت لكم في فيديوهات قبل كده إنه هيرازونا باب المندب وهيرازوا قناة السويس. ومن ضمن المخطط هو استدراج واستنزاف الجيش المصري. هما بقالهم كذا سنة بيحاولوا يستدرجوا الجيش المصري لأي حرب. خش سودان، خش ليبيا، خش مش عارف فين، غزة، خش في أي حتة، المهم مصر. علشان كل المخطط ده واللي أنا قلته لكم بالحرف في الفيديوهات اللي قبل كده، هو مخطط موجود في مكاتب وأدراج رجالتنا بتوع المخابرات. وعلشان كده هم واعيين وفاهمين، وعلشان كده مصر بتتعامل بحنكة قوي في الموضوع ومش بتجر لأي حرب. ف ولكن هم خلاص يعني داخلين في اللعبة الأخيرة، إن هم يرازونا من ناحية باب المندب وقناة السويس. هنشوف بقى جيش مصر ومصر هتعمل إيه. ايران عايزة تاخد الخطوة، ولكن هي عاملة حساب مصر كويس قوي. خلينا نشوف جيشنا هيعمل ايه وبلدنا هتاخد موقف ازاي. وربنا يحفظ مصر، وربنا يحفظ كل دول الخليج. ودائما وابدا تحيا مصر. السلام عليكم.